نادي غلطة سراي التركي تقترب من نهايتها، حيث تشير التقارير إلى اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. منذ انتقاله إلى غلطة سراي في صيف 2023 لم يحصل زياش على الفرصة الكافية لإبراز مهاراته، مما أدى إلى استيائه ورغبته في البحث عن تجربة جديدة. وفقا لمصادر إعلامية، أبدى نادي الفتح السعودي اهتمامه بالتعاقد مع زياش، مستغلا رغبته في الرحيل عن الدوري التركي. كما أفادت تقارير أخرى بأن نادي رين الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم اللاعب، حيث يسعى المدرب خورخي سامباولي لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة. من جانبه أكد أوكامبوروك مدرب غلطة سراي أن زياش لاعب مميز، لكنه مستاء من قلة مشاركاته مع الفريق، مما يدفعه للبحث عن فرصة جديدة خلال الميركاتو الشتوي القادم. بالإضافة إلى ذلك، وضع زياش 3 شروط أساسية للانتقال إلى ناد جديد: الحصول على راتب سنوي لا يقل عن 5 ملايين يورو، وضمان المشاركة بانتظام في المباريات، والانضمام إلى فريق يمتلك تركيبة بشرية منسجمة تساعده على التألق، بهدف العودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي والمشاركة في كأس أفريقيا 2025. مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، ستتضح وجهة زياش المقبلة، سواء كانت في الدوري السعودي، الفرنسي أو حتى القطري، حيث يسعى اللاعب لاستعادة بريقه والعودة إلى المنافسات بقوة.